السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة عاملين مع بعض وصفة فراخ سهلة وسريعة، بس لو أول مرة تشوفيني أنا أميرة أبو المجد. فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. صلي الأول كده على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نشوف بقى الوصفة دي عملناها ازاي، فراخ دايبة وسريعة. أول حاجة كده نسمي الله، ومعايا كده الفراخ غسلها كويس جدا بالطريقة العادية اللي احنا بنغسل بيها الفراخ، وبعد كده لازم تسيبيها تتصفى يعني تبقى ناشفة. خلاص حطيتيها في المصفى اتصفت معاكي، هنبتدي بقى كده اللي احنا نفتح فتحات في الفراخ. انا معايا كده دي اوراق، انا فاصلة الدبوس عن الورك. تقدري تستخدمي فرخة كاملة تقطعيها على 4 على 8 براحتك خالص. اهم حاجة تغسليها كويس قوي وتسيبيها تنشف تماما. احنا عاملينها بقى بطريقة سريعة ما فيهاش يعني مش هتقعد بوقت في التتبيلة ولا في مواعين كتير. احنا هنتبل في نفس الصينية، هنطبخ فيها وهنقدم فيها كمان. ايه التتبيلة بقى السريعة دي؟ معايا معلقة كده من المستردة، معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسمر، معلقتين صغيرين من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، وربع أو أقل كمان من الربع من معلقة صغيرة قرفة، رشة قرفة يعني، معلقة صغيرة بقى مليانة من البابريكا، ومعلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ. بهارات كتير شوية هتديني طعم حلو لأنها سريعة جدا. مش هسيبها ولا ربع ساعة ولا 5 دقايق حتى في التتبيلة، أنا هسوي على طول. خلاص معايا هنا دبس الرمان، هاخد منه معلقة كبيرة. طب انتي مش موجود عندك دبس الرمان، هتحطي معلقة من العسل الأسود ومعلقة كبيرة من الخل وعصرة ليمون. معايا هنا كده بقى بصل وطماطم، معايا كده حوالي بصلتين وحوالي 3 حبات من الطماطم. تقطعيهم التقطيعة اللي على مزاجك. أنا قطعت البصل جوليان كده جوانح وقطعت الطماطم مكعبات. نبتدي بقى اللي احنا ندعك كويس جدا البصل بالبهارات بالفراخ. بصي بقى هنبتدي بقى اللي احنا ندخل الخلطة دي في الفراخ بين الجلد وما بين اللحم بالطريقة دي. واهم حاجة وانتي بتنضفي الفرخة، في جزء هنا بيبقى فيه كده تجمع دموي، ده بيعمل زفارة للفراخ، لازم تتأكدي ان انتي شايلاها تماما. كل الحاجات اللي بتبقى زوايد تتشال، علشان هي دي اللي بتعمل لي ريحة زفارة او طعم مش لطيف في الفراخ. اهم حاجة تتغسل كويس وتتصفى، تنزل ميتها تشتغلي بيها وهي ناشفة. دخلنا كده الفراخ كلها. طبعا لو عندك بقى فلفل الوان حطي، عندك جزر حطي. يعني بصوا والله وصفة سهلة، مفيش اسرع من كده. مستعجلة بصي مفيش، في ثواني بقى عندك وجبة محترمة ومشبعة. معايا كده حبيتين 3 من البطاطس قطعتهم كده مكعبات، وندعكهم بقى في باقي الخلطة بالتوابل بالبصل بالطماطم، ونرص بقى الكلام ده كله. زي ما قلتلك عندك اي نوع خضار انت حباه عايزه تحطيه حطي. هنبتدي بقى اللي احنا نرص بقى الفراخ كده رصه بقى محترمه كده عشان يبقى شكل الصينيه حلو. تشتغلي بقى في بايركس في تيفال في اي حاجه، بس البايركس بيبقى حلو يعني. اللي احنا تبلنا فيه هو ده اللي احنا هنطبخ فيه، هو اللي هنقدمه على السفره مره واحده، مفيش مواعين ولا حاجه. وزي ما بقولك التتبيله ما فيهاش ولا سيبناها ولا ربع ساعه ولا قبليها بيوم ولا الكلام ده كله، لان متبلينها حلو. حطيت ربع كوبايه من الميه بس. خلاص كده خلصت الوصفه. هنبتدي بقى اللي احنا نقفلها كويس وعلى الفرن على طول. طب معايا هنا كده ورقه زبده. ايه لازمه ورقه الزبده؟ علشان خاطر انا مش عايزه الورق الفويل يلمس الفراخ. ببلها ليه؟ ببلها علشان ما تتحرقش. يبقى ورقه الزبده بلتها كده في الحنفيه، وابتديت اللي انا احطها فوق الفراخ علشان تحميلي الفراخ من ورقة الفويل. طب ورقة الفويل ايه لازمتها؟ بتكمر لي الصينية، بتكتم البخار جواها، بتخليها تستوى اسرع. تمام، يبقى مش هنحط ورقة الفويل مباشرة على الاكل، لا بينها بيكون ورقة الزبدة. الزبدة بتتباع كده بيبقى رول على بعضه، بيقعد عندي كتير.
دخلناها كده في الفرن على درجة حرارة 200 وحطيناها في الشبكة وسايبينها بقى تستوي. هنعمل بقى كده صوص حلو علشان خاطر ندهن بيه الفراخ عشان تطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه في الأول. معايا كده معلقة كبيرة من الكاتشب ومعايا معلقة من الصويا صوص. طيب مش موجودين الاتنين، هيبقى معلقة صلصة من اللي هي بتبقى برطمانات، وهنحط معلقة صغيرة من العسل الأسود، ونص معلقة كده معلقة صغيرة من الخل، ومعايا كده رشة ملح ورشة فلفل، ونقلب الكلام ده كله. خلاص. طيب الصويا صوص ودبس الرمان دول بيبقى موجودين عندي على طول، بستخدمهم في وصفات كتير، بس أهم حاجة تشيليهم في التلاجة، بدل ما اتفتحوا يبقى يتحطوا في التلاجة، بيقعدوا عندي مدة طويلة. زي ما انتوا شايفين في وصفات كتير انا عاملاها باخد معلقة معلقتين بس، مش اكتر من كده، فبتقعد عندي فترة طويلة. دلوقتي كده لما يكون عندك طقم بايركس او فخار ما تطلعهوش وهو سخن، تحطيه على الرخامة مباشرة، لا قدر الله ممكن يفرقع. طب لازم بنحط حامل كده ونحط عليه اذا كان فخار او اذا كان بايركس. تمام. طبعا بنشوف الفراخ استوت ولا لا بالسكينة عادي بالطريقة العادية، لو طلعت دم يبقى لسه، ما طلعتش يبقى هي استوت. انا اختبرتها وشفتها وحطيتها تاني في الفرن. قعدت معايا قد ايه؟ قعدت معايا ساعة الا ربع. إيه طبعا البطاطس استوت بسرعة لان انا مقطعاها مكعبات، مفيش اي حاجة. الفراخ بس اخدت نص ساعة، لقيتها لسه عايزة شوية تسوية، دخلتها تاني الفرن. طلعتها دلوقتي خلاص خدت التسوية كاملة بتاعتها. ابتديت ان انا ادهنها بالخلطة اللي احنا عاملينها، معلقة الصويا صوص ومعلقة الكاتشب ورشة من الملح ورشة من الفلفل، وهنبتدي اللي احنا ندخلها بقى في الفرن تاني تحت الشواية. طب انا ما دهنتهاش من الاول ليه؟ علشان خاطر انا لو كنت دهنتها وحطيت ورقة الزبدة كل الصوص ده هتشربه ورقة الزبدة ومش هتاخد معايا اللون اللي انتوا شفتوه في الاول. بعد ما بتكمل التسوية انا خلاص شلت ورقة الفويل والزبدة وهدخلها مباشرة تحت الشواية. طب علشان تاخد لون موحد وما تبقاش محروقة، بننزل الشبكة على اخر رف من تحت، بنولع الشواية عادي درجة عادية وسط عادي، وبندخل الصينية هي اللي بننزل الشبكة لغاية تحت، هتاخد معايا اللون الموحد ده. لكن لو الشبكة كانت فوق زي ما احنا كنا حاطينها في التسوية كانت هتاخد جزء وجزء لا، وهتلاقي جزء محروق وجزء واخد اللون، لكن كده كلها واخدة لون موحد. طبعا الصوص اللي نازل بقى ده خطير، يا ريت تجربوها بألف هنا وشفا على اللي يجربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.